منطقة في العالم أي حد يقرب منها ممكن يختفي. سفن كاملة، طيارات حربية، حتى غواصات دخلوا ومطلعوش تاني. المكان ده يبقى مثلث برمودا. بس السؤال هنا، هل هو مكان طبيعي؟ هل هي حاجة لها علاقة بالشياطين والماسونية وجزيرة أطلانتس المفقودة؟ ولو فعلا المثلث ده مدخل لعالم تاني، إيه اللي موجود فيه؟ مثلث برمودا مساحته حوالي نص مليون ميل، بيتحدد بين جزيرة برمودا، فلوريدا، وبورتوريكو. المنطقة دي شكلها عادي جدا وطبيعية، بس التاريخ والكلام اللي بيتقال عليها ما قربش للطبيعي ولا العادة خالص. واللي خلى العالم كله يتكلم عليها وياخد باله منها كانت سلسلة حوادث حصلت في القرن العشرين. لكن في الحقيقة الحكاية أقدم من كده بكتير. حتى إن كريستوفر كولومبوس وهو بيكتشف الأمريكتين مر بالمكان ده سنة 1492، وكتب في مذكراته إنه شاف أضواء غريبة في السماء، حتى إن البوصلة بتاعته فضلت تلف بشكل غريب. ودي كانت أول إشارة لمثلث برمودا في التاريخ. أشهر الحوادث اللي حصلت: سنة 1918 اختفت سفينة USS سايكلوبس ومعاها أكتر من 300 راكب، ولحد دلوقتي ملهاش أي أثر موجود. وبعدها سنة 1945 الرحلة 19 5 طيارات حربية طلعوا تدريب. الخمس طيارات اختفوا، واللي مرعب في الموضوع كانت الرسائل الأخيرة للطيارين بتوع الطيارة: الأجهزة عطلت، الدنيا شكلها غريب، ومش شايفين الأرض. وبعد كده التواصل معهم قطع خالص. غريب صح؟ بعدها طيارات في الخمسينات والستينات اختفوا بنفس الطريقة بالظبط. القصص الغريبة دي لما بدأت تنتشر وسط الناس عملت لهم حالة من الرعب، والصحافة أطلقت عليه مثلث الشيطان. الغريب إن فكرة البحر اللي بياكل الناس مش فكرة جديدة وموجودة من زمان، واتذكرت في حضارات كتير جدا. يعني عند العرب مثلا الإدريسي والمسعودي حكوا عن بحر الظلمات اللي محدش رجع منه، وعند الإغريق عندهم أساطير عن جزر بتظهر وتختفي في البحر. أما عند الشعوب الكاريبي فهي الأرواح اللي بتسحب السفن من البحر. يعني الأسطورة أقدم من مصطلح برمودا أساسا. في نظرية مشهورة بتقول إن مثلث برمودا فيه بواقي من تكنولوجيا أطلانتس، ولو فعلا أطلانتس غرقت في المكان ده ممكن تكون بقاياها موجودة في قاع المثلث، وده اللي بيخلي أجهزة الرادار والبوصلة تبص في المكان ده. نظرية تانية بتربط المثلث بالماسونية، عشان المثلث رمز للماسونية، وفي كتب كتير ذكرت واتكلمت عن إن المثلث ده بوابة أو مفتاح لقوة غامضة. وبعض الناس تانيين شايفين إن المكان مسكون بالجن والشياطين، وإنه بوابة للعالم ده، علشان كده اللي بيدخل ممكن يختفي أو يتنقل لمكان تاني. وفي الآخر الموضوع اتخلط بين العلم والأساطير ونظريات المؤامرة. طيب العلم بيقول إيه؟ في الحقيقة العلماء عندهم تفسيرات بسيطة للموضوع، زي إن المنطقة مليانة أعاصير وعواصف استوائية، وإن غاز الميثان اللي بيطلع من قاع البحر هو اللي بيخلي السفن تغرق، حتى إن المجال المغناطيسي في المنطقة دي مختلف، وده اللي بيخلي البوصلة تتلخبط في المكان ده. لكن ليه أي حاجة بتحصل هناك بتاخد طابع الغموض؟ في النهاية هل مثلث برمودا عبارة عن خدع إعلامية ولا في فعلا قوة خفية وراء؟ سواء كانت تكنولوجيا من أطلانتس أو لعنة شياطين أو حتى علاقة بالماسونية. ولو بكرة العلم اكتشف الحقيقة، هل هتكون برضه تفسيرات بسيطة زي الأعاصير والعواصف البحرية، ولا هنكتشف إن العالم أعقد من رؤيتنا ليه؟ وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.